سواء أنا أو غيري ما فيش حد يمتلك أراضي أصلا. الأراضي أرض الأقباط. نعم، أرض إخواننا المسيحيين وأرض الأقباط في الصعيد، مش بس في الصعيد، مصر كلها تبع الأقباط. نقل التكليف بتاعك أو بتاع جدك اللي أنت بتقول عليه حاليا أرض جدي، لا، شد بريك. لأن نقل التكليف بتاعك ممكن بولس باشا، ممكن يوحنا باشا، ممكن البرنس باشا. الناس دي كانت تمتلك بال1000 فدان وال2000 فدان وال3000 فدان. عذرا يا سادة اعذرونا، لكن ده تاريخ. ما فيش حد يمتلك اصلا شبر في مصر الا الاقباط. الاراضي الزراعيه كلها بتاعت اخواتنا الاقباط، شركائنا في الوطن، اخواننا المسيحيين. ربما ما حدش فاهم الكلمه، بس اخواتنا المسيحيين شركائنا في الوطن هم اللي كانوا يمتلكوا الاراضي الزراعيه. وبعد ده بقى الناس لما دخلت مع سيدنا عمرو بن العاص في مصر، اللي اشترى له فدان، اللي اشترى له 5، اللي اشترى له 10، اللي اشترى له 20، وهكذا بقت الاراضي ماشيه لحد ما وصلت المسلمين ووصلت الناس دي. يا راجل، ده انت من كتر جهلك الواحد مش عارف يرد عليك. هرد عليك اقول لك ايه؟ انت عايز واحد معاه ابتدائيه يقعد معاك ويدرس لك تاريخ؟ يعني ايام الفتح الاسلامي كان في حاجه اسمها يوحنا باشا وبطرس باشا؟ البشويه والبكويه دي ما دخلتش مصر، ومصر ما عرفتهاش غير في ايام الحكم العثماني، يعني بعد حوالي 800 سنه، 8 قرون يا راجل من الفتح الاسلامي. وانت تقول لي يوحنا باشا وبطرس باشا؟ وانا مش هرد عليك، انا هسيب قساوسة الكنائس هم اللي يردوا عليك ويعرفوك وضع النصارى المصريين كان ايه ايام الفتح الاسلامي، وهل هم كانوا بيحكموا مصر ولا ما حكموش مصر، وهل هم كانوا مضطهدين ولا لا، وهل هم كانوا يملكوا الارض ولا لا، وهل هم كان لهم كنائس في مصر ولا لا. اسمع تاريخ من بقهم، هو مش من بقنا. ما دمنا نرجع للتاريخ، مصر اصلا فرعونيه. نعم. وبعدين المسيحيه دخلت في مصر وصارت مصر مسيحيه، وما قلناش المسيحيين غزوا ولا احتلوا مصر، ده دخلوا والناس امنت بالمسيحيه وتحولت مصر بعده قرون الى المسيحيه. نعم. جاء الاسلام الى مصر، ومصر كنا جاء دخل عمر بن العاص، دخل مصر ومعه مجموعه. انا حسب ما قرات في التاريخ انهم كانوا 3000 واحد واستقبلوهم الاقباط. ايوه، انا جاء غازيا ام جاء فاتحا؟ لا، هو جاء مصر فاتح لسبب. احنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. نعم. وكانوا باعتين المقوقز والي وبطريرك في نفس الوقت، وكان مستبد وكان بيتعب جدا الاقباط، لدرجه انه نفى البابا بنيامين الى الصحراء بعيد عن كرسيه. نعم. عمرو بن العاص لما دخل ولقينا ان هو قادر على استعاده البطريرك وعودته مره تانية لكرسيه، اتبسطنا جدا وقعدنا مع بعضينا. احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا لكرسيه؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا. تصوروا، مسيحي واضطهدنا، لدرجة ان البطرك اختفى والاسقفة اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسيه واعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الاسلام. بتاعة قرب دخول العرب مصر كان البطريرك الشرعي هو البابا بنيامين. من واقع الاضطهاد اللي كان واقع على الأقباط كان واقع عليه هو أيضا، وكان هاربا لمدة 13 سنة. لكن الطرف الثاني في المعاهدة اللي هي معاهدة بابليون كان هو قائد الجيوش العربية عمرو بن العاص. وكان نتيجة هذه المعاهدة هو أنه الأقباط يدفعوا الجزية مقدارها دينارين على كل رجل يقدر أن يحمل السلاح، من سن تقريبا 15 سنة إلى سن 60 سنة. وصراحة أعفوا النساء، أعفوا العواجيز، أعفوا الأطفال، أعفوا أيضا رجال الدين. وهنا كمان في المقابلة دي حصل شيء عجيب وهنقوله كنموذج مضيء حلو، أن عمرو بن العاص سلم للبابا بنيامين 10,000 دينار وقال له تجدد الكنيسة. فالمقابلة دي كانت كلها محبة وكلها خير للكنيسة. وده طبعا نتج عنه أنه عملية استرداد الكنائس، لأن زي ما قلنا في بداية المحاضرة أن الفترة بتاعت 190
سنة اللي كنا بنضطهد فيها من قبل الخلقدونيين الروم استولوا على معظم كنايسنا. قدر البابا بهذه الصفة انه يبين ان الكنيسة القبطية تملك كل هذه الكنائس فاستردها، ودي كانت من النقط الجميلة الحلوة. المهم يعني عايز اقول انه 600 دير اللي كانوا غرب اسكندرية معظمهم اتخربوا. السؤال هنا بما ان احنا بنتكلم بعد دخول العرب مصر، هل خرب العرب هذه الأديرة عشان نقول للتاريخ؟ لا، دي حقيقة وما نقدرش ننكرها. 13 سنة بطريرك الكنيسة متغيب، ومين اللي رجعه؟ عمرو بن العاص. بعودة البطرك والبطرك رجع ودخل كنيسته، وده أول مرة المسيحيين يشوفوا البطرك رجع ودخل كنيسته. ثم التفت عمرو إليه وقال له: جميع بيعك ورجالك اضبطهم ودبر أحوالهم. يا سلام، فين المحبة دي؟ ما نطلع التاريخ ده اللي مدفون ونقدمه للناس، تاريخ حلو ما عملهاش المقوقس. كانوا بياخدوا الكنائس بتاعتنا ويدخلوا علينا واحنا بنصلي. تعرفين البابا أغاثون اللي قبل البابا بنيامين عمل ايه؟ البابا أغاثون اللي قبل البابا بنيامين كان يصلي القداس في قلايته وياخد الذبيحة جسد والدم ويحطها في عدة النجارة، ويحط الصندوق بتاع النجارة على كتفه ويمشي في الشوارع بتاعت الإسكندرية وهو يصرخ ويقول: أصلح البيبان، أعمر الشبابيك. الأقباط عارفين مين اللي بيصلح البيبان والشبابيك، ده البابا بنيامين. ينادوا عليه: اتفضل عندنا شغل. يروح داخل يفتح الصندوق، يلبس اللبس بتاع الكهنوت ويطلع الذبيحة يناولهم ويروح للبيت اللي بعده. مش قادر يصلي في كنيسته. من مين؟ مش من العرب، من الرومان. وأذكر أن عمرو بن العاص عندما أتى إلى مصر كان بطريرك مصر البابا بنيامين البطريرك 38 كان مختفيا في أرجاء مصر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان 13 عاما لم يجلس على كرسيه. فلما أتى عمرو بن العاص أمنه على نفسه وعلى كنائسه، والكنائس التي أخذها منه الروم أرجعها إليه عمرو بن العاص، بل ساعده أيضا في بناء كنيسة في الإسكندرية.